ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده بقى هنعمل مع بعض كيكه الباباز. عايزه اقول لكم الكيكه دي خطيره جدا جدا ولذيذه، وكمان هنعملها النهارده بالخميره، بس حاجه كده تحفه. عايزه اوريكم كمان ان هي لونها فاتح جدا من جوه وبتدوب كده ذوبان. شايفين بقى الطعامه والجمال مع الكريمه؟ شايفين حاجه كده خطيره. يلا نروح على الفيديو ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معايا هنا كده نص كوبايه من الحليب، يكون دافي. هتحطيها بقى في بوله، هتحطيها في كوبايه اللي يريحك. هنضيف عليها معلقه من السكر، وهنزل عليها كمان بمعلقه خميره فوريه، ودي اهم حاجه في الوصفه الاول. تمام كده، هنقلبهم كويس مع بعض وهنسيبهم بقى كده لغايه اما تتفاعل معايا الخميره شويه. بعد كده هجيب بقى 3 بيضات، هضيف عليهم ظرفين من الفانيليا بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهبدأ انزل عليهم كمان بربع كوباية من السكر، يعني كده في مقدار معلقتين. وبعدين هقلب كويس جدا كده بالمضرب اليدوي لغاية اما يدوب السكر مع البيض ولون البيض يفتح شوية ويبقى كده القوام فاتح. اهم خطوة دي ان انتي تضربي كويس البيض مع السكر علشان لونها يبقى فاتح معايا وشكله كويس والكيك بتاعك يطلع فاتح. بعد كده بقى هنزل هنا بتلت كوباية من السمنة، وهخلي منها معلقة كده علشان ندهن بيها الصواني. تمام، وهنقلب كويس جدا كده السمنة مع البيض مع السكر. بعد كده بقى هنزل كمان عليهم. طبعا هتكون كده الخميرة بتاعتي تفاعلت، هي بتقعد 10 دقايق بالظبط وتكون جاهزة معاكي. شايفين ده شكل الخميرة اهو. هنزل كده بالخميرة دي وهبدأ بقى اقلب كويس جدا البيض مع الخميرة مع السكر. شايفين بالشكل ده. هبدأ بقى كده هنا اضيف الدقيق معايا. طبعا هنزل بكوباية من الدقيق الاول واقلب كويس جدا لغاية اما تدوب كده او يختفي الدقيق مع البيض مع السكر مع السمنة مع كل حاجة كده، تتدخل كل المكونات في بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا في المرحلة دي احنا هنا بنضيف كوباية من الدقيق، يعني الوصفة كلها بتاخد كوبايتين ونص من الدقيق. بتنزلي الاول بكوباية وبعدين تنزلي بالكوباية التانية زي ما انت شايفة. طبعا وهنا حاطين نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان تديكي الهشاشة اكتر بتاعة الكيك. وبعد كده بقى بنزل بنص كوباية من الحليب، وطبعا كل المكونات دي بتكون دافية والبيض بحرارة المطبخ علشان ما تبقاش فيه حاجة ساقعة. طبعا احنا هنخمر العجين بتاعنا ده او الكيكة بتاعتنا. هقلب بقى كده كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعدين كمان هنزل عليهم دلوقتي بنص كوبايه من الدقيق التانية علشان حسيت ان القوام هيبقى خفيف. لا، لازم القوام مش يبقى زي الكيك العادي، القوام اتقل من الكيك العادي بشويه، يعني بص يبقى سميك كده. شايفه؟ هبدا بقى اقلب كده كويس اهو، الم بقى باقي العجين بتاعي. شايفين بقى القوام ابتدى يتقل معايا ازاي؟ وهو ده القوام المطلوب اللي انا عايزاه. شايفه بالشكل ده اهو، هو ده القوام. بعد كده بقى هسيب الكيك تقريبا ربع ساعه يختمر معايا، وبعدين هنزل بقى في الصينيه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، تكون مدهونه سمنه. وبعدين هصب كده الكيك زي ما انتوا شايفين، وطبعا تكوني مسخنه الفرن بتاعتك على درجه حراره 180. هندخله على رف اوسط وهيخرج معايا بقى يبقى اجمل كيك في الدنيا. بعد كده بقى هنا عشان نعمل التسقيه بتاعه الكيك هضيف كوبايه من السكر، كوبايه ونص من الميه، وهسيبه واقلبهم كويس جدا كده لغايه اما اتاكد ان السكر ده خالص، وهنزل عليه بعصره ليمونه. تمام، وبعدين هرفعه على النار لمده 10 دقايق وهنسيبه كده كمان يبرد، وبعدين هنسقي بيه الكيك بتاعنا. طبعا الخطوه دي مهمه ان انت تقلبي السكر الاول علشان يدوب، علشان ما يسكرش معاكي الشربات. هجيب هنا بقى نص كوبايه من الكريم شانتيه خام، ضفت عليها نص كوبايه من الميه الساقعه وعليهم كمان معلقتين من السكر، وهضربهم كويس وهتبقى دي الكريمه معايا. شايفين ده شكل الكيك بقى بعد ما خرج من الفرن. سبته كده يهدى شويه 10 دقايق، وبعدين جبت الشربات او السيرم اللي احنا عملناه الخفيف دوت يكون دافي، وهشرب بقى الكيك بتاعي. طبعا الكيك يكون دافي والشربات دافي، ما ينفعش هما الاتنين سخنين علشان الكيك بتاعك ما يعجنش معاكي. طبعا هي بتشرب كل الكميه، بس يفضل بقى ان انتي تقلبي الكيك بتاعك على الصينيه وبعد كده تسقيها بالشربات، لان انا اما زقتها كده وانا بقلبها كانت صعبه جدا انها تطلع في البايركس او في الطبق يعني التقديم. تمام كده، ده شكلها شايفين بتلمع وجميله ازاي. هبدا بقى اقلبها دلوقتي، هي كده شربت كل الشربات معايا. هقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بعد كده بقى هجيب الكريم شانتيه وهعمل روزيتات كده، وهحط باقي الكريمه جوه القالب كده في النص، وهبدا بقى ازينها بشرايح كده من المانجا. طبعا الموجود عندك التزيين ده ممكن تزيني بشوكولات شيبس، ممكن بالكريمه كده بس من غير اي حاجه خالص، بس هي كان طعمها جميل جدا بالمانجا والكريمه.
حاجة كده خطيرة. شايفين بقى الجمال. وبعدين كمان هنكمل بقى هنا طبعا التزيين في الجناب كلها كده علشان يديني شكل جمالي حلو. طبعا التزيين ده حسب ما انتي حابه يعني تزيني. شايفين بقى ده شكل بقى الكيك بعد ما خلص معايا. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.